اجي كتعاني من هاد الاعلانات اللي كيطلعوا لك في الهاتف وما عرفتيش كيفاش تحيدهم. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، احوالكم ان شاء الله بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله واحد المعلومه مهمه، اي واحد عنده الهاتف ضروري يكمل هذا الفيديو حتى التالي، وما ينساش يبارطاج مع الاصدقاء ديالو. هذه المعلومه مهمه جدا. اي واحد عنده الهاتف الا كيفتح الويفي وكيطلع له اعلانات مخله وكيتحرج بين اصدقاء ديالو، مثلا كيجلسوا في القهوه ما كيقدرش يخرج الهاتف ديالو بهاد الاعلانات اللي كيخرجوا ليه في الهاتف. اي واحد عنده الهاتف يمكن كيصطالي شي تطبيق، ولا عنده دراري كيصطاليو شي العاب، وهاد الالعاب هما اللي كيطلعوا هاد الاعلانات. اي واحد كيطلعوا ليه اعلانات في الهاتف يعرف راسو ان الهاتف ديالو يقدر يكون مخترق ويقدر يوصلوا ليه الخصوصيات ديالو. لهذا اي تطبيق خارج بلاي ستور ما تصطاليش. اي تطبيق مهكر او معدل ما عندك ما دير به. اي تطبيق واخا هادشي ضروري الا كاين شي تطبيق كيطلع لك الاعلانات، كيفاش غادي توقف الاعلانات وتحافظ على راسك وتحافظ على الهاتف ديالك وتهنى من هذا المشكل. تبع الفيديو وما تنساش تبارطاج مع الاصدقاء باش اي واحد كيعاني من هذا المشكل يفك هذا المشكل بطريقه سهله مهله. ما عليك تتبع الفيديو حتى التالي وما تنسى. على بركة الله، اي واحد كيعاني من هذا المشكل الحل موجود. الحل انك تمشي الويفي ديالك، الويفي اللي كتحل تمشي الويفي، كتكليكي على الويفي، كتهبط لتحت وتلقى هاد الخاصية، تلقاها بارامتر اي بي. ها هي بارامتر اي بي، كتردها ستاتيك وكتجي لهاد الادريس اي بي. تهبط هاد دي ان اس واحد و دي ان اس جوج، غادي تغيرهم. بهذا الشيء غادي تغير هاد دي ان اس وتهنى من مشكل الاعلانات. اش غادي تكتب في هاد دي ان اس واحد، غتكتب فيه هذا الرقم 208.67.222.222 وتجي هاد الدي ان اس جوج حتى هو تغيرو. غدير 208.67.222 وتجي هاد الفوق وغدير سوفغاردي. وهكا غتهنى من مشكل الاعلانات اللي كيطلعوا لك في الهاتف. جربها وما عندك ما تخسر ان شاء الله. هذا هو الحل الوحيد باش تحيد هاد الاعلانات. وتحياتي لكم.